مرحبا حبايبي وجميع الأصدقاء وللجدد. إذا كنت من محبي الطبيعة ابقى معي في رحلة إلى أشهر شلال في سويسرا، شلال غيزباخ المشهور عالميا، مع أقدم فندق بني على سفح جبلي طبيعي منذ عام 1873. مرحبا حبايبي، اليوم جديد أو يوم جديد في سويسرا في مكان جدا رائع. راح أخذكم إلى شلالات ومغامرة صعود طبعا إلى القمة، تقريبا يحتاج لها 1000 متر أو يعني كيلومتر واحد صعودا على درج. راح تشوفوا وكونوا معي في هاي الرحلة الجميلة الممتعة. لا تنسوا تفعيلوا الجرس، الاشتراك إن ما مشترك، لايك، تعليق حلو مثلكم. راح نصعد إلى قمة الشلال وراح ندخل من تحت هذا الممر اللي يصير تحت الشلال، فمشاهدة ممتعة. نبدأ بالصعود، نشاهد أو تشاهدون المكان كيف الصعود إليه. هسه وصلت الممر وراح ندخل من تحت الممر المائي أو الشلال. صوت الشلال يعني فعلا رائع وجميل، ساحر الأجواء. هذا الشلال السفل، المنطقة الجبلية الرائعة. فراح ادخل من تحت الشلال، انا بالضبط تحت الشلال. شوفوا الماء كيف جميل، ويعني روعة صوت الماء والرذاذ جدا رائع. طبعا يقصدون المكان كثير من السواح العرب يعني مثلا من الخليج، لان هم يسمح لهم يعني ياخذون فيزا، وايضا من يعني من دول اوروبيه كثير ياتون، من المانيا ياتون، فرنسيين من ايطاليا، كثير ناس يجون الى هاي المناطق الجميله. اشوفكم الفندق اللي ينزلون به الناس، مثلا ممكن هذا فندق خاص لإقامة الناس اللي يعني المكان هذا، وأكيد هذا المكان يكون غالي نوعا ما. كما تلاحظون الآن أنا في هذا الأخدود اللي تكون واقع تحت الشلال بالضبط. راح أخذكم عن طريق الدرون إلى مسافة جدا عالية، وأيضا نشوف الشلال من مكان بعيد ونشوف منابع الشلال المياه العالية. من شلال غيزباخ الأشهر عالميا في أوروبا، والذي ينزل عن طريق جداول المياه على 14 مرحلة، قادم من الوديان القريبة والمرتفعة في منطقة فولهورن، ونزولا إلى بحيرة برنس ذات المياه الفيروزية. ابقى معاي ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تشوف كل شيء جديد. مع أقدم فندق بني على سفح جبلي طبيعي منذ عام 1873. يمكن الوصول إلى هذا الفندق عن طريق أقدم قطار جبلي أسس عام 1879. الممشى هذا بعد ما نزلنا من الشلال، طبعا المكان كلش عالي، احنا في الجبال الان،
هسه راح نروح قريب من هذا الفندق وننزل تحت الى الاسفل قد ما نستطيع. شوفوا بالبايسكل طبعا يجون الى هاي يعني الى هذا المكان، الى هاي المناطق. واحلى شيء من الشلال انه لما واحد يقدم رذاذ الشلال يجي عليه وفعلا متعه. شوفوا هذا المكان الساحر الجميل، يعني روعه المكان. سويسرا فعلا جنة الله على الارض. زين هاي الجنة خلينا نقول الارضيه. يعني بما انه ممنوع اقرا او اصور الارقام السيارات بشكل مباشر، بس السيارات مثلا من سويسرا، من ليتوانيا، من المانيا، جايه من ايطاليا، من فرنسا، كثير دول سياراتهم يعني جايين بسياره، عدا الباصات اللي جايين يعني وفود او يعني سفرات سياحيه. شوف حتى هذا هم جاي للسياحه. هلو هلو. شوف المكان ساحر جميل والجلسه فعلا رائعه. يعني نوعا ما طبيعية عادية، مو ذاك الورود، بس المكان رائع. شوفوا هذا من الداخل. صوت هذا الطير المغرد. واحد آخر يجاوب من غير مكان. تبارك الرحمن، تبارك الله على هذا الخلق الجميل. طبعا نزلت إلى الأسفل، راح أكون أقرب مكان إلى الشلال. نلاحظ يا سلام على الهواء العليل والجميل. فشوفوني كيف راح انزل الى مكان وان شاء الله يستر. تحية لكم من هذا المكان الرائع. انا راح اقف بمكان قريب، احاول ان شاء الله ابين بصورة واضح مع هذا الشلال وهذا المكان الجميل. اعذروني يعني لازم يكون حذر. اتمنى تكون الصورة واضحة الان حتى اتقرب. شعور لا يوصف طبعا بهذا المكان الرائع الجميل. صح الجو حار، لكن هذا الرذاذ المتساقط روعة. فكلش حلو رائع، يعني مع فنجان قهوة مع الشاي، يعني المكان ما شاء الله. أتمنى للجميع. أكتفي بهذا الوقت وأحاول الرجوع
من هذا المكان أنا أقدر أقول لكم يعني أتمنى لكل واحد سعادة، وأتمنى يعني والله ما أدري شو شعور إنه جميل حلو إنه تكونوا مكان جميل وتتذكر جميع أهلك جميع أصدقائك، وأنا أتذكر الجميع. ومن هذا المكان أتمنى لكم فعلا يعني أوقات جميلة وسعيدة. لا تنسون تفعيل الجرس والاشتراك من ما مشترك، لايك، تعليق حلو مثلكم. في أمان الله، تحياتي. كاميرا خلينا نقول الأمامية، وتشوفون المكان مثل ما قلت يعني فعلا فقط إذا يمشي 200 متر بالباسكل بعد ما مسمع يمشي سياقا يسير، وهذا مكان خاص للأشخاص.